بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على المصطفى والمرتضى والمجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كثير ما نبدأ ونقرأ ونقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. نقف اليوم وقفة مع هذه الآية. البسملة آية في القرآن في سورة النمل، والبسملة يقول كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير والقرطبي وغيره بأن البسملة ابتدأ بها الصحابة القرآن، وابتدأوا بها السور، واتفقوا على أنها أوائل السور إلا سورة براءة. واتفق كذلك، يقول ابن عباس، اتفق أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم فصلا بين السورتين حينما ينزل الله عليه القرآن إلا إذا جاء جبريل وابتدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم. علم محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن الآن قد فصل عن أوله من آخره. كذلك البسملة أمر الله سبحانه وتعالى وذكرها الله في القرآن وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت تلك المرأة بلقيس: إنه بسم الله وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي فيها اسمان: اسم الرحمن أو الرحيم. يقول الشيخ السعدي في تفسيره أن هذه الكلمتان الرحمن الرحيم فيها خصوص وعموم، ولكن بمجموع مفهومها فإن البسملة أو الرحمن الرحيم تدل على أن الرب سبحانه وتعالى صاحب رحمة واسعة وسعت كل شيء، كما قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول ابن عباس في كلمات جميلة، يقول: البسملة فيها كلمتان رقيقتان: الرحمن والرحيم. الرحمن محببة إلى جميع عباده، والرحيم محببة إلى المؤمنين خاصة. إذن هذه الكلمة حينما ننطقها وحينما نذكرها، يقول عليه الصلاة والسلام في فضل ومكانة البسملة في مجموع أحاديث، يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، أو غير ذلك من الألفاظ في جميع روايته، والحديث حسن بمجموع طرقه. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزوجان أنهما إذا ناما في الفراش فلا بد أن يأتي وأن يقول بسم الله، فإنه إن قال تلك البسملة، وهو اعتقاد عند كثير من الناس بأن الولد قد شطن وقد ظهرت فيه ملامح فيها من السوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قدر لهم مولود أي بتلك البسملة وذلك الفراش فإنه سيولد مولود مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام عن هذه البسملة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله حجاب بين الإنس والجن، حجاب بين الإنس والجن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم ووضع الإناء مفتوح فليضع عليه ولو عود ثم يقول بسم الله، فإنه لا يقرب ذلك الوعاء شيطان. إذن هذه البسملة هي جزء من الحجاب وجزء من الحاجز وجزء من الفضل والتكرمة، بل هي يبتدأ بها المجالس والكلمات ويبتدأ بها الأعمال لتحل علينا بركة ويحل علينا الأمر العظيم. فالذي يقرأ القرآن لا بد عليه أن يقول: هذا القرآن أبتدئه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القرآن أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الذي يبتدئ الطعام فإنه بداية البسملة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الغلام وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه البسملة شملت حتى البركة في الطعام. كذلك البسملة شملت على أمور عظيمة وكثيرة يجعل من ذلك العبد الطيب المبارك أن يجعل حياته كلها مبدأها وأساسها في خير ومنفعة. ونحن كثيرا ما نشكي قلة البركة ونشكي بأننا قد أصابنا أحيانا من الوباء ومن المرض ومن الآهات، فنقول تلك الكلمات وتلك العبارات البسيطة، إما أن يقولوا بسم الله، أو كما قال الشيخ العثيمين أن تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تشمل على جميع ما في من صفة الرب سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي ليست
كلمة بسيطة وإنما هي آية في القرآن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يعي القرآن ويفهم معانيه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.